شباب مبروك، كل حدا بده يطالع شهاده السواقه بالمانيه، لانه اصعب شيء شهاده السواقه بالمانيا. اسئلته كثير وبلا طعمه، وفي اكثر من السؤال ما بتفهمون بالاصلا، ما بتفهمون يعني 1200 سؤال بس. ولكن بعد راس السنه راح يصير تغييرات كثير بشهاده السواقه بالمانيه، لانه كل اوروبا سهل الا بالمانيا. 1200 سؤال راح تقريبا ربع السؤال راح يلغوه، سؤال بلا طعمه. ونفس الوقت ساعات السواقه راح يقللوا من ساعات السواقه وينقصوا ساعات. يعني قالنا في قبل يكلف 3500 يورو اذا ما ترسب ولا مره بس. ولكن اذا من راس السنه وجديد راح ما يكلف عليك 1500 يورو يمكن، لانه كل حدا يخاف شهاده السواقه. استنى بعد راس السنه بلش فيه، لانه قرارات جديد راح يبلش 2026 راح يبلش القرار، لانه كل العالم عم يشتكوا. يعني اصعب شيء شهاده السواقه الالمانيه بالفعل. يعني عالم في ناس يعني قبل ما انا راكب بالسياره يخاف يطالع شهاده لانه ما بيقدر. وفي كتير ناس يعني عم يطالعوا يرسبوا اخر شيء تركوا. بس من بعد راس السنه راح يسهلوا كتير شهاده السواقه الالمانيه. وتحياتي لكم، اتمنى تشيروا الفيديو. اذا بدك تعرف الشهاده استنى بعد راس السنه بلش بالشهاده.